السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي. رمضان كريم علينا وعليكم. اليوم جبت لكم وصفة رمضانية معشوقة عند بزاف الناس، وهي طاجين الحلو بنكهة مميزة. طبق يزين الطاولة الرمضانية ويعطيها لمسة فخمة وأصلية. ونبداو بالمقادير على بركة الله. عندي هنايا البرقوق، وعندي مشيمشة، وعندي كيوي مجفف، وعندي هنايا زبيب، وعندي اناناس مجفف، وعندي هذا الطرونش تاع الليمون، عندي هذا لاغوم ليكيد تاع نكهة ماء الزهر، وعندي زبدة لابيض، وعندي سكر، وعندي عود قرفة، واربع مسامير من القرنفل، وعندي هنا جلجلة بيضاء باش نديرو بها التزيين، وعندي زوز حبيبات تاع تفاح وماء الزهر. ولهنايا البنات راح نضيف الماء الساخن هكذا، وراني فصلت البرقوق تاعي على الفواكه الاخرين باش ما تطلقش عليه الكحوليه، هكا باش يتشمخوا معانا ويطراو. خليهم يتشمخوا مده 5 دقائق ونحيهم من الماء. لهنايا البنات كاضافه راح نزيد لها نكهه ماء الزهر باش تشرب لنا الفواكه تاعنا هذيك النكهه تاع ماء الزهر وتجينا بزاف بنينه. هكذا قطرات برك يا البنات. هنايا البنات راكم تشوفوا في البرقوق تاعي كيفاه سيب الكحوله. هنايا تخليوه 5 دقائق وتنحيوه من الماء باش ما يسمعش. ولهنايا البنات نمسحوا التفاح تاعنا بالليمون باش ما يكحالش معانا هكذا كما هو موضح بالفيديو. هنايا البنات بعد ما مرت 5 دقائق صفيت الفواكه تاعي من الماء، ونشوفوا كيفية التحضير مع بعض. هنايا البنات راح نفور الفواكه تاعي الجافة اللي هي الاناناس والكيوي والمشيمشة فقط. هنايا نجيب الطنجرة تاعي ونحط فيها زوز ليبول ونصف من الماء بنفس البول يا البنات اللي كيلت بها الفواكه الجافة. اها يا بنات راهو كل شيء واضح. زيدو نصف هكذا. وهذا البول يا البنات اللي كيلت بيه الفواكه الجافه تاعنا راح نديرو سكر معمر كيما هكا يا البنات هكذا، نحطو معاه القرنفل والقرفه. ولهنايا البنات راح نضيف نصف ملعقه هكذا شويه برك يا البنات من الزبده. شويه من لاغوم نكهه ماء الزهر. نضيفو ملعقه صغيره من نكهه ماء الزهر هكذا يا البنات. نزيدو غير شويه تاع ماء الزهر العادي هكذا فقط، ونحطوه على درجه حراره متوسطه حتى يذوب لنا هذاك السكر بالتحريك المستمر باش ما يلصقش السكر تاعنا ويتكرمل وتولي الوصفه تاعكم ماهيش ناجحه. هاي البنات راني حطيت الطنجره تاعي على نار هادئه ونضيفوا لها طرونش تاعنا تاع القارص هكذا، ونقوم بتحريك المستمر يا البنات باش ما يلصقش معكم السكر حتى يذوب. كي يبدا يتغالى السيرو تاعنا راح نشوفوه مع بعض. شوفوا يا البنات كيفاش ذاب معنا السكر، وهذا كله من التحريك المستمر. نخليوها تتغلى ونشوفوها مع بعض. ولهنايا البنات راني نسيت باش نضيف رشه ملح، زيدوا ضيفوا فيها رشه ملح. لهنايا البنات راني نحيت هذيك الطرونشه تاع القارص باش ما تجيش الشربات تاعنا قارصه بزاف. وهنايا راح نزيد نضيف الفواكه تاعي بعد ما فورتهم، راح نحطهم في السيرو تاعنا هكذا. هنايا البنات راح نخليها تطيب لمده 15 دقيقه ونشوفوها مع بعض. هنايا البنات راح نزيد نضيف التفاح تاعنا هكذا كما هو موضح. لهنايا البنات بعد ما مرت 15 دقيقة نزيدو نضيفو البرقوق تاعنا
ونخليوه 10 دقائق ونشوفوه مع بعض. هنايا البنات راهو قريب يطيب الطاجين الحلو تاعنا. نزيدلو اضافه صغيره اللي هو اللوز بلا شي قشور. انا نحب نحطو مع المرقه الحلوه يجيني احسن ما نحمصوه في الزبده. نشوفوا لهنايا البنات كي تشوفوا هذا الفقاعات اعرفوا بلي الطاجين الحلو تاعكم راهو طاب. لهنايا البنات راهو طاب الطاجين الحلو تاعي. نزيدو كاضافه ماء الزهر قليل برك يا البنات مع لغم ليكيد نكهه ماء الزهر هكذا. وراح نديرو هكذا يا البنات باش تبقى طعم ماء الزهر والنكهه تاعو روعه. وهكذا راح نشوفوه مع بعض في صحن التقديم. وهذا هو الطاجين الحلو تاعنا. جاب العسيله تاعو جات صافيه خلاص. ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. اذا حبيتوا الفيديو ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد من وصفات رمضانيه. ورمضان كريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. مع السلامه.